كم مرة قريت حظك اليوم في الجرايد أو اتفرجت على برامج تحليل شخصية أو نجوم وأبراج؟ لو بتصدق في الأبراج والطالع أو تعرف حد بيصدق فيهم، اتفرج على الفيديو ده علشان تعرف إيه هي حقيقة الأبراج. الأبراج هي تقسيمات لتحديد خريطة السماء والأجرام وتجمعات النجوم المرئية بالعين المجردة، وتقسيمات للدايرة اللي بيمر فيها الشمس والقمر والكواكب. وعدد الأبراج في الدايرة دي 12 برج المعروفين لمعظم الناس. بالرغم من ان اوروبا اخذت الابراج الفلكية من الاغريق والرومان، الا ان اصلها بيرجع لعهد بابل، وبعض المخطوطات القديمة مذكور فيها علامات ابراج سومرية، بس ما نقدرش نقول ان اصل الابراج هي الحضارة السامرية. لكن بيرجع تقسيم دايرة السماء ل 12 قسم متساويين للمخطوطات اللي لقوها في بابل. مع حلول القرن الرابع قبل الميلاد، كان علم النجوم البابلي مؤثر جدا على الثقافة الإغريقية، وفي القرن الثاني قبل الميلاد اختلط علم النجوم عند قدماء المصريين بعلم النجوم البابلي، ونشأ عندها طبقا للثقافة البابلية ربط بين النجوم والكواكب السماوية وبين موعد ولادة الإنسان. وكمان حصل ربط بين الأبراج السماوية والفلسفة الإغريقية، ودخلت عليها الرموز المعروفة للأبراج الفلكية. وصف بطليموس السكندري العلوم الفلكية في كتاب مفصل بعنوان تترا بيبلوس، وبيرجع انتشار التنجيم في الوقت ده بسبب الكتاب، لأنه انتشر في الشرق الأوسط وأوروبا، وفضل الموضوع منتشر بسبب الكتاب ده تقريبا لحوالي القرن السابع عشر. التنجيم هو مجموعة من التقاليد والاعتقادات عن الأوضاع النسبية للأجرام السماوية وعلاقتها بالتفاصيل اللي ممكن توفر معلومات عن الشخصية وحياة البشر. وظهرت الكثير من التطبيقات والتقاليد اللي بتستخدم المفاهيم الفلكية من البدايات الأولى للتنجيم في القرن الثالث قبل الميلاد. وما كانش سهل أبدا التمييز والفصل بين التنجيم وعلم الفلك قبل العصر الحديث، ودائما كان في رغبة للتنبؤ ومعرفة المستقبل، وده كان شيء أساسي في التنجيم. وبدأ علم الفلك ينفصل عن التنجيم في بداية عصر النهضة وحتى القرن ال18. وميز علم الفلك نفسه بأنه دراسة للأجرام الفلكية والظواهر فقط، من غير تفسير أي مفاهيم ليها تأثير على حياة الإنسان بسبب الظواهر دي. ويعتقد المنجمون أن تحركات ومواقف الأجرام السماوية تؤثر مباشرة على حياة البشر وشخصياتهم، والتنبؤ بالمستقبل وتفسير الماضي والحاضر، وهو شيء لا يوجد دليل علمي عليه حتى الآن. التنجيم بالأبراج هو نظام يدعي البعض وضعه في منطقة البحر المتوسط خلال أواخر القرن الثاني قبل الميلاد، ومع ذلك بتتم ممارسة التنجيم بالأبراج في الهند منذ العصور القديمة. وبغض النظر عن أصله، فهو في الآخر بيتبع نفس التقاليد من حساب حركة النجوم وموقع الأرض والأجرام السماوية لحظة الولادة، وبناء تصورات للشخصية وتنبؤات للمستقبل وما إلى ذلك. التنجيم ممكن يبان انه ممتع ومسلي وغير ضار لناس كتير، بس للأسف في ضرر كبير جدا بسبب الاعتقاد في التنجيم. على سبيل المثال في اليابان وفي سنة 1966 اتقال ان النساء المولودات في السنة المعروفة بحصان النار حسب التنجيم المعتقد في اليابان هتكون زيجاتهم غير سعيدة وفاشلة، ونتج عن ده انخفاض 25% في نسبة المواليد بسبب 500,000 حالة إجهاض لفتيات. حتى على المستوى الشخصي، فالأشخاص اللي بيؤمنوا بالتنجيم هيكون جزء مهم في اتخاذ القرارات في حياتهم وعلاقاتهم وشغلهم، وده هيعمل كوارث كبيرة جدا ليهم وبالتالي للمجتمع اللي عايشين فيه مع زيادة الناس دي. لازم تكون فاهم تماما ان علم التنجيم ده علم غير معترف بيه في الوسط العلمي والأكاديمي، وبيعتبر علم زائف. والعلوم الزائفة هي المبنية على التصريحات والاعتقادات والممارسات اللي بيتم الادعاء انها حقيقية وعلمية من غير ما يكون ليها اي اساس او منهج او اثبات علمي. يعني هو في الاخر عبارة عن وهم. وجدير برضو بالذكر ان مفيش دراسة اكاديمية لعلوم التنجيم، وغير معترف بيها في الجامعات والمدارس العلمية، لكن في دراسات للتنجيم في مدارس للتنجيم فقط، وغير معترف بيها خارج الوسط التنجيمي. في تفسير علمي ونفسي لموضوع ليه الناس بتصدق في الأبراج أو في التنجيم. واحد منهم هو تأثير فورر أو تأثير بارنوم، ودي ظاهرة نفسية بتشير لميل الأفراد لرؤية كلام المنجمين إنه دقيق وبيوصف شخصيتهم ومصمم خصيصا ليهم، بس في الواقع هو بيكون كلام غامض وعام وبينطبق على شريحة كبيرة من الناس. وتأثير بارنوم ممكن نشوفه في أشكال متعددة، زي الشكل ثنائي الطبقة،
وده كلام بينطبق على الأفراد اللي فوق أو تحت المتوسط في صفة معينة، والصفة دي بطبيعتها بتنطبق على الجميع. زي مثلا لديك النزعة لتحمل قدر كبير من المسؤولية في أوقات معينة وقليل منها في أوقات أخرى، أو مثلا الإشارة لنقط ضعف تافهة شائعة بين الناس، زي مثلا إنك بتجد صعوبة في اتخاذ القرار في بعض الأحيان، أو مثلا ذكر أشياء لا يمكن التأكد منها، زي لديك الكثير من القدرات التي لم تكتشف بعد، وأشكال كتير جدا من الجمل العامة الوهمية زي اللي بنشوفها في حظك اليوم. ولاحظ العالم فورر إن معظم الناس بيميلوا لقبول وصف للشخصية بيصفهم بدقة من غير ما يحسوا إن الوصف ده ينطبق على ناس كتير غيرهم. وأعطى فورر اختبار شخصية للطلاب بتوعه وتجاهل إجاباتهم، وبعدين ادالهم نص عام لتقييم الشخصية كان عبارة عن كلام وهمي ينطبق على معظم الناس جايبه من الجرايد، وطلب منهم يحطوا تقييم من 0 ل5 للتحليل ده، على أساس إن كل طالب معاه تحليل شخصية خاص بيه هو فقط. وكان متوسط الإجابات إن التقييم حصل على 4.26 نقطة من 5، يعني تقييم ممتاز، وهو كان عبارة عن وهم وكلام عام. وتعادل الاختبار ده أكتر من مرة على مئات الطلاب، والنتيجة كانت دايما قرب 4.2 من 5. تاني نظرية بتفسر ليه الناس ممكن تكون بتصدق في الأبراج أو في التنجيم هي نظرية الانحياز التأكيدي. والانحياز التأكيدي هو الميل للبحث عن وتفسير وتذكر المعلومات بطريقة تتوافق مع معتقدات الفرد وتجاهل أي معلومات أخرى مناقضة للمعتقدات دي. يعني الناس دي بتنقي المعلومات اللي على مزاجها علشان تخدم معتقداتها اللي بيصدقوا بيها، وبيحصل نوع من الربط الوهمي بين الأحداث والصدف وبناء سيناريوهات كلها تخدم المعتقد الأساسي، وده بيخلي الناس دي تصدق في الأبراج وقراءة الحظ والطالع. طبعا التصديق في الأبراج ده زي ما ذكرنا ممكن يؤثر بالسلب على حياة الإنسان والمجتمع ويؤدي لكوارث كتير جدا. ياريت محدش يصدق أي تخاريف ومعلومات وهمية ويسمح لها إن هي تأثر على حياته. قول لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتك في الفيديو ده، ولو عندك مقترحات لفيديوهات تانية. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان تشوف الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل.